السلام عليكم. النهارده هكلمك عن الرحلة الأعظم في مسيرة أشرف بن شرقي. هيكلمك عن المسيرة اللي قدرت إنها تخلي بن شرقي نجم وسوبر ستار. تابع معايا الحلقة للنهاية واذكر الله وصلى على النبي، ويلا بينا على الحلقة على طول. وسيدي بن شرقي، سيدي بن شرقي على شرخاف، وعندنا بن شرقي. أشرف بن شرقي انضم للزمالك في مايو 2019. طبعا كانت أول بطولات أشرف بن شرقي مع الزمالك كانت هي نهائي كأس مصر قصاد بيراميدز 2019 اللي انتهى ب3-0. طبعا بن شرقي سجل منهم هدفين وقدم أداء عالمي، لأن بن شرقي أثبت من أول مباراة ليه في الزمالك إنه لعيب كواليتي ولعيب عالي جدا جدا، واستحالة حد عوضه. حتى لو تلاحظ إن بن شرقي حاليا برغم إنه بعد عن الزمالك لمدة 3 سنين، لكن إنه لسه ثالث الهدافين التاريخيين للأجانب في الزمالك. كواليتي عالي كده علشان يجي السوبر الأفريقي وبن شرقي ينفجر في المباراة دي بالذات عشان يسجل هدفين أجمل من بعض. الهدف الأول بعد تمريرة ولا أروع، وانطلاقة ولا أروع، وركنة ولا أروع، ما يركناش غير معلم الصراحة. حقيقي بن شرقي أكتر كواليتي عالي داخل الزمالك في آخر 20 سنة. بن شرقي ما جابش الجون التاني وسجد، بالعكس جاب الجون التالت وكسب نادي الزمالك البطولة. وحقيقي كان مباراة من أمتع مباريات بن شرقي وأمتع مباريات الزمالك. ونسيبكم مع الأهداف. معين الشعباني كان عنده حق انه اقحم بونسو، ضيعتها بونسو. بن شرقي راح، بن شرقي راح، عنده الكره الان، يمر بن شرقي، كره صعبه، كره صعبه، كره صعبه، وكره صعبه. با 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 جول، جول. أشرف بن شرقي جاءكم من الدار البيضاء، مر عبر تونس، وصل الدوحة عبر القاهرة، وسجل هنا في الغرافة جول. ولا أروع يا أشرف. بتسلل كرة صعبة وخطيرة لصالح الزمالك، تلعب عرضية، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول. با 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 جول. الزمالك يتوج بكأس السوبر. كرة جول، كرة جول، كرة جول، جول ثالث ولا أروع. جماهير الزمالك جنونها، جماهير الزمالك تنفجر في ملعب ثاني بن جاسم في الغرافة. يا سلام، جول ثالث يضرب. عشان بعدها بأسبوع أشرف بن شرقي يتوج بالسوبر المصري من على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي، في مباراة كانت مباراة ممتعة من الطرفين. لكن نادي الزمالك قدر إنه يسيطر على المباراة ويفوز في ركلات الترجيح على النادي الأهلي، وكانت مباراة ولا أروع ولا أجمل. وبن شرقي بيتوج بالبطولة التالتة على التوالي مع الزمالك. بعد كده بيحصل توقف بسبب الكورونا والكورة بتوقف لمدة 5 شهور. بترجع الكورة في شهر 10 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. مفروض إن في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا قصاد الرجاء هناك في المغرب. طبعا من عرضية من زيزو ورأسية من بن شرقي بتحسم لقاء الذهاب 1-0، وطلعت الأفضلية للزمالك عشان يجي هنا في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ونادي الزمالك كان متأخر بهدف لكن يرجع ل3 أهداف، وبن شرقي سجل هدف ولكن اتلغى. لحد هنا وبن شرقي كويس والفرقة كويسة، وبن شرقي ما عندوش أي مانع إنه يجدد ويقعد في الزمالك كمان 3 سنين إضافية. لكن تحصل اللقطة اللي بتفركش جيل الزمالك التاريخي ده كله، وهي نهائي القرن. بعد نهائي القرن معظم اللعيبة اللي بيبقى عايز يحترف، اللي بيشتكي بسبب فلوسه، كل اللعيبة خلاص فقدت الأمل إنها تنجح والفريق بينهار. بدل ما كان ياخد أفريقيا والفريق يزداد وياخد أفريقيا تاني وتالت ورابع، بالعكس الفريق بينهار. وبن شرقي بيقرر إنه مش هيجدد نادي الزمالك وإنه هيكمل بجديد. ويا ريت تدخل لنا لو عايز حد يتذكر اسمه، قول لنا في الكومنتات. وسلام.